السلام عليكم، معكم محمد وقصة جديدة. كما العادة اللي ما مشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس ويعدل اللايك ويكتب شي تعليق باش يشجعني. بسم الله، نبداو القصة ديالنا. أهل قريش مشاو عند اليهود باش يسولوهم شني نعدلوا لواحد الراجل كيقول بأنه هو نبي وكيقول على راسو هو نبي. قريش كانت كتعرف بأن اليهود هما أهل الكتاب اللي مشاو عندهم باش يطلبوا منهم المساعدة وضد مين؟ ضد محمد عليه الصلاة والسلام. اليهود قالوا القريش سألوه على ثلاثة الأشياء: رجال أو شباب شاو هادي وقت طويل وحتى وحيد ما عرف عليهم حتى حاجة، وسألوه على الرجل يدور الأرض، وسألوه أيضا على الروح. مشاو المشركين عند الرسول عليه الصلاة والسلام وسألوه على ثلاثة الأشياء هذه. قال لهم عليه الصلاة والسلام غدا نجاوبكم، جا اليوم الثاني والوحي باقي ما نزلش. والمشركين رجعوا للرسول عليه الصلاة والسلام وقال لهم رجعوا اليوم اللي بعده. وجا هذا اليوم هذا ورجعوا لعنده قريش قال لهم عليه الصلاة والسلام رجعوا اليوم اللي بعده. جلس ايام على هذا الحال هذا والوحي باقي ما نزلش عليه، والمشركين كيزيدوا الشك فيه. المسلمين هزين الهم النبي كيقولوا كيفاش النبي ما قدرش يجاوب على هذه الاسئله هذه، حتى نزل كلام الله على النبي لقوله تعالى: ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. يعني ما تقولش غادي نعدل الحاجه غدا او لا نعدل الحاجه دابا حتى تقول ان شاء الله. ملي قال عليه الصلاة والسلام غدا نجاوبكم إن شاء الله، هنا نزل عليه الوحي وجاءت الإجابة. الشباب اللي مشاو هذه مدة طويلة هم شباب أمنوا بالله عز وجل وكانوا أبناء ملوك زمانهم، كانوا الأهل القرية ديالهم كاملين كانوا كفار وكانوا كيعبدوا الأصنام والكواكب وكيعبدوا كل شيء من غير الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى نزل الإيمان في القلوب ديال الشباب هذا، ولكن الغريب حتى واحد فيهم ما عرف الإيمان الثاني، كاملين كان الإيمان ديالهم في قلبهم. فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. واحد النهار هاد القرية هذه كان عندهم واحد العيد باش كيقدموا القربان للآلهة والاصنام والمعبودات اللي كيعبدوها من غير الله عز وجل، وطلبوا من هاد الشباب هادو يكونوا معهم ويشاركوا معهم هذا الاحتفال هذا. وهاد الشباب هادو كل واحد عد الحجه باش ما يحضرش معهم، ومن بعد خرجوا من القصور ديالو وكل شاب خرج من القصر ديالو ومشاو لواحد المكان فيه الاشجار، كل واحد تكا على الشجره وكاملين كيعرفوا بعضهم، ولكن كل واحد فيهم مخبي الايمان ديالو على الثاني. واحد اللحظه قام واحد فيهم وقال هادشي هذا اللي كيعدوا الاهل ديال القريه ديالنا راه خطا وباطل، وان الله عز وجل هو اللي خلقنا، هو خالق الكون، هو الوحيد اللي يستحق العباده. قال تعالى: نحن نقص عليك نبأ بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الله سبحانه وتعالى قال فتية، يعني كانوا باقين صغار ولكن القلوب ديالهم كانت حية وعندهم عقل وفطرة سليمة. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ناض الأول وناض الثاني وقالوا له بلي كلامك صحيح. من بعد ناضوا كاملين بهم وبداو كيقولوا له كلامك راه هو صح. شنو هو اللي جمعهم هنا كاملين؟ هو الأرواح ديالهم، وأرواحهم جنود من جنود الله عز وجل. قال تعالى: وقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. شوفوا على كلام الجميل اللي قالوا هاد الشباب هذا، هما ما نزلش عليهم الوحي ولا كانوا من المرسلين ولا من الأنبياء، ولكن كانت عندهم الفطرة والعقل السليم. خلوا القصور ديالو والفلوس وكاملين اتفقوا قالوا قومنا في ظلال. هاد القرية هادي كان فيها واحد الجبل، وهذا الجبل هذا كان فيه الكهف. تخلي القصور وتخلي الفرج ديالك بالحرير، خليو القصور لأي واحد كيتمناه، خليو الحياة ديالنا السعيدة، خليو هاد الشيء هذا ونعيشوا في الكهف. لكن شفتوا هذا الكهف هذا الله سبحانه وتعالى غادي يعطيهم واحد الحاجه اخرى، ماشي غادي يعطيهم الاتات احسن من الاتات او الحرير احسن من الحرير، ولكن هما دخلوا. قال تعالى: فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. دخلوا للكهف ونعسوا، وهو ما فيه لا سجاد ولا حرير ولا مخدات. من التعب اللي هما فيه ملي دخلوا للكهف كل واحد حط راسو ونعسوا وما عرفوش راسهم باللي هما عينعسوا 309 سنة. جلسوا في الكهف 309 سنة وازدادوا 9. شي حاجة غريبة ياك؟ شحال من جيل مشى؟ 9 الأجيال، جيل ورا جيل، وهما يسحب لهم جلسوا نهار أو لا نص نهار في هذا الكهف. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. يعني من بداية النهار ونهاية النهار ونص النهار ما كايناش الشمس باش ما تحرقهمش. الشمس بداية اليوم وفي نهاية اليوم كتكون مفيدة للجسم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، يعني وقت الشروق، إذا غربت تقرضهم ذات الشمال. اليوم الدكاترة كينصحوا بالشمس في بداية النهار ونهاية النهار، ولكن في نص النهار كتكون خطيرة. أهل القرية دوروا عليهم وما لقاوهمش، ودوروا عليهم في كل مكان وما جبروا حتى أثر ديالهم. دازت شهرين، دازت سنتين، دازت 3 سنوات، صافي أهل القرية فقدوا الأمل منهم. الشمس كتطلع عليهم بداية النهار ونهاية النهار، كتقلبهم اليمين واليسار. علاش كتقلبوا؟ أولا إذا شافوا شي واحد كيقولوا عقلوا بلي هما أحياء غير ناعسين وصافي. والشيء الثاني هو إذا الجسم جلس فترة طويلة على واحد الجهة كيتآكل، وحتى الأرض كتاكل منه. قال تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقودا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وهنا كاين بعض التفاسير كيقولوا بلي الله سبحانه وتعالى خلى لهم عينهم مفتوحة. الله سبحانه وتعالى جعل فيهم الهيبة، حتى ولا شافوهم الحيوانات أو البشر يخافوا منهم ويهربوا. الله عز وجل ضرب على الأذن ديالهم. علاش؟ حيت اللي ناعس كيسمع، والشيء الواحد اللي كيكون خدام في الجسم من الإنسان وهو ناعس هي حاسة السمع. عليها الله سبحانه وتعالى ضرب على الأذن ديالهم باش ما ينوضوش وباش حتى شي واحد ما يزعجهم. والشباب في الكهف ناعسين، الكلب ديالهم جالس في الباب الكهف وكيخوف أي واحد يقرب منهم. والشباب كتقلب والشمس كتطلع عليهم بداية النهار ونهاية النهار، واللي كيشوفهم كيحسبهم فايقين وهما أصلا ناعسين. من بعد 309 سنة الأمم تغيرت والبلد كاملة تغير، 9 الأجيال مشات. من بعد الله سبحانه وتعالى أذن لهم باش ينوضوا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم. الانسان ملي كينعس ما كيحسش بالمده ديال النوم ديالو، يعني ما كيعرفش واش نعس كثير ولا نعس قليل. الشباب قاموا وشافوا الكهف باقي كما هو. واحد فيهم قال: شحال نعسنا؟ قالوا له: نعسنا يوم او لا نصف يوم. واحد فيهم قال لهم: ما حسيتوش بالجوع؟ قالوا له: حنا فينا الجوع. طبعا هما ما عارفينش باللي نعسوا 309 سنة، حيت هما على بالهم نعسوا نهار او لا نص نهار، يعني غيكونوا نعسوا 4 حتى 5 ساعات. واحد فيهم قال لهم: شنو الراي ديالكم نمشي نجيبوا الماكله؟ واحد فيهم قال لهم: اذا مشينا غادي يعرفونا حيت حنا هربنا وغادي يشبرونا ويرجعونا للقصور ديالنا وغيبزوا علينا باش نعبدوا الاصنام، وحنا ما باغيينش هادشي هذا. ولكن الجوع غلب عليهم. ناض واحد قال لهم: شنو الراي ديالكم واحد منا يمشي يشري الماكله ويشوف احسن ماكله يجيبها لنا ويرد باله باش ما يشوفوهاش؟ قال تعالى: إنهم إن يظهروا عليكم يرجمكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. يعني إذا رجعنا للدين ديالهم ما غنستافدوا حتى شي حاجة. على هادشي هذا امشي بالسير وشري الأكل وما تخلي حتى شي واحد يشوفك. خرج منهم واحد ومشى للقرية وشاف القرية كاملة تبدلت، والنباتات تبدلت، الناس تبدلت، والملابس ديالهم تبدلت. هو ماشي في وسط الناس والناس مستغربين بالشكل ديالو ومستغربين حتى بالملابس ديالو. هو ما تسوقش للناس حيت هو مشى باش يشري الأكل ديالو ويرجع عند صحابه ويقول لهم شنو شاف. هو ما استوعبش اللي وقع. مشى لعند البائع الاكل، شرى من عنده الطعام وعطاه الفلوس. البائع ملي شبر فلوس في يدو بدا كيضحك. قال له: شنو هاد الفلوس هادو؟ داك الشاب رد عليه قال له: هادو ما فلوسي. البائع كيقول له: واش انت متاكد بلي هادي فلوسك؟ الشاب كياكد عليه وكيقول له: بلي هادي فلوسي. البائع شبر داك الشاب وعباه لعند الملك. الملك قال له: مين جبتي هاد الفلوس هادي؟ الشاب حلف له بالله بلي ان هادي فلوس ديالو. قال له: حنايا اليوم انا وصحابي هربنا من البيوت ديالنا ومشينا للكهف ونعسنا غير شي ساعات، وملي نضنا جبرنا القريه تبدلت. الملك قال له: شكون نتوما؟ شكون الاصحاب ديالك؟ الشاب قال له: انا فلان معايا فلان معايا فلان وفلان وفلان. هاد الشاب هذا خاف على راسو، عليها بدا كيقول له الحقيقه. الملك كان كيعرف بان كانوا شي شباب مختفيين اكثر من 309 سنه. كانت الناس كتناقل الاخبار ديالهم، وطبعا القصه ديالهم كانت اسطوره من الاساطير ذاك الوقت، والناس كيعرفوهم وكيعرفوا باللي هما كانوا مختفيين. الملك قال له: انت وصحابك كاينين؟ قال له: نعسنا يوم واحد وفقنا في نفس اليوم. الملك قال له: اديني لعند صحابك. الشاب عبى الملك لعند صحابه. قال تعالى: وكذلك اعثرنا عليهم. الشاب ملي مشى عند صحابه طبعا هما كانوا كيستناوه باش يجيب الاكل، دخل عليهم وقال لهم: واش تعرفوا شنو اللي وقع؟ قالوا له: شنو اللي وقع؟ قال لهم: حنا نعسنا اكثر من 300 سنه. هما تصدموا
تخيل معايا الصدمه ديالو، قريه كامله تغيرت وجاو اجيال مورا اجيال. صحابو قالوا له شنو كتقول؟ قال لهم كما سمعتوا راه حنا نعسنا اكثر من 300 سنه. ملي عرفوا كاملين انا وعد الله حق زاد الايمان ديالهم مقوى، هما مصدومين ملي سمعوا هادشي هذا. من بعد هادشي هذا مباشره الله سبحانه وتعالى قبض الروح ديالو. قال الله تعالى وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها. من بعد الناس ملي عرفوا بان هاد الشباب هادو ماتوا هزوا الحجاره وقفلوا بها الكهف. من بعد اختلفوا مع بعضهم، بعض منهم قالوا نعتبروا القبور ديالهم مسجد، وهادو اللي غلبوا على امرهم، يعني ما عندهم شي علم كفايه. من بعد اختلفت الامم في العدد هاد الشباب هادو اللي كانوا في الكهف. قال تعالى سيقولون ثلاثه ورابعهم كلبهم. اش دخل الكلب في هادشي هذا؟ صح انه هو حيوان ناجس، ولكن الله سبحانه وتعالى شرفه وذكره في القران الكريم، هو كان صاحب اهل الايمان. على هادشي هذا الله شرفه وذكره في القران الكريم. سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا القليل فلا تماري فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفد فيهم. هذا هو الحق يا محمد، لا عليك من كلام اليهود ولا كلام قريش ولا عليك من قصصهم، هذه هي الحقيقة، نحن نقص عليك نبأهم بالحق. صح الكهف كان مزعج ومظلم وفيه الخوف، ولكن شكون اللي حفظهم؟ الله عز وجل. الله ينشر لكم من رحمته. هذا الكهف هذا رجع أجمل وأفضل وأعظم من القصور اللي كانوا ساكنين فيها. على هذا الشيء هذا اللي كيقرا سورة الكهف كل جمعة الله سبحانه وتعالى كيجعل له نور ما بين الجمعتين. كيقرا هاد الصورة هذه وكيحس بها وكيعرف المعنى ديالها، الله سبحانه وتعالى كيحميه في زمن الدجال. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هنا انتهت القصة ديالنا. متنساوش اللايك والاشتراك وفعل زر الجرس باش يوصل لك ديما الجديد ديالي. السلام عليكم.